زي الفقير بقى اللي عضه كلب الغني، فراح اشتكى في المحكمة. الفقراء قالوا له يا ابني مش هتوصل لحل، لم نفسك احسن. قال لهم لا، ده العضه باينه في رجلي زي الدور اهي، هعمل ايه؟ ده عضه كبيره اهي، خلاص انت حر يا ابو رواش. فراح ابو رواش اشتكى الغني قوم له كذا محامي. الفقراء بره منتظرين صاحبهم كده عشان يقولوا يحيى العدل. لا، طلع اخينا لابس الكلبشات في ايده الحديد، لابس بقى الغوايش بتاعت الشاويش عوكه. ايه يا ابو رواش ايه اللي حصل؟ قال له ده جاب محامي غبي رافع لغايه ما اثبت ان انا اللي عضيت الكلب. ادي العدل. طيب وعد افرض حتى انك حضرت الكلب، افرض يعني لا حول ولا قوه الا بالله. افرض حتى انه عض الكلب، يعني هيعمل ايه في الكلب؟ هيصير بمرض الكلب؟ هذا الكلب هيهوهو؟ طيب ما يهوهو. انما هذا هو الانسان. ان الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة الاوثان الى عبادة الله وحده، ومن ظلم الانسان الى عدل الاديان، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة.